انا عايزة اتعلم، عايزة ابدأ لكن مش عارفة ابدأ منين. انا عملت الفيديو ده علشان نمشي مع بعض الطريق واحدة واحدة، تبدأي انك تتعلمي منين. ايه احسن الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نتعلمها؟ احسن حاجة احنا ممكن ان احنا نتعلمها هي الحاجات اللي ربنا امرنا بيها ان احنا نتعلمها، وهي يا اما العلم الشرعي، انك تتعلمي عن الاسلام، فقه وعقيدة، تربية اسلامية، قرآن، حديث، لغة عربية، او العلوم الدنيوية اللي ليها علاقة بعمارة الارض زي الطب، الهندسة، المحاسبة، الكتابة، الفن، كل حاجة ليها علاقة بعمارة الارض، وانك في الاخر هتقدري انك تأثري في الارض، تحققي هدف كبير ربنا امرك بيه وهو عمارة الارض. هي علوم مهم ان احنا ندرسها. دي اول نقطة. تاني نقطة هي ما وجب عمله وجب علمه. احنا لازم نصلي، فاحنا يبقى لازم نتعلم عن الصلاة. لازم نعيش وسط الناس، لازم نتعلم عن العلاقات. لازم ان احنا نربي ولاد، فلازم نتعلم عن التربية. لازم نشتغل في مكان معين مهما كان ايه هو درجته، لازم ان احنا نتعلم عنه. اي حاجة لازم ان احنا نعملها علشان نعملها صح ونعملها كويس ونعملها باحسان زي ما ربنا امرنا. لازم ان احنا نتعلم ازاي نعمل ده. ابدأ منين اتعلم وابدأ امتى اتعلم؟ ابدأي دلوقتي حالا من الحاجة اللي قدامك. اللي قدامك دلوقتي ابدأي بيه. قدامك كتاب ابدأي بيه، ابدأي ان انت تقري فيه. حتى لو مش بتعرفي ان انت تقري مدة طويلة، ابدأي بحاجة بسيطة، بيبي ستيب بيبي ستيب بيبي ستيب، علشان تقدري ان انت تنتظمي في عادة القراءة. القراءة دي مش هواية مش موجودة عند ناس وناس لأ. القراءة دي مهارة، دي عادة بنبنيها زي ما بنبني عادة الرياضة، عادة الأكل الصحي. أي عادة بنبنيها زيها زي القراية. تاني حاجة ممكن تعمليها، ادخلي على مواقع الكورسات. خليكي صاحبة وصديقة لمواقع الكورسات. عندك يوديمي، عندك كورسيرا، عندك ابليكيشنز لتعلم اللغات. هنزلك كل الحاجات دي في الوصف تحت الفيديو في لينكات، تقدري انك تخشي وتتعلمي على طول من غير ما تضيعي وقتك. ممكن تبدأي في حاجة وتلاقيها مش مناسبة ليكي، مش حلوة ليكي، اتس اوكي، عادي جدا. هتبقي عرفتي انه انا لا، مش عاجبني الطريق ده، انا هتعلم حاجة تانية. مش هتعرفي انتي بتحبي ايه واحسن حاجة تتعلميها هي ايه غير لما تجربي. لما تجربي تقدري انتي تعرفي شخصيتك ايه الاحسن ليها، ازاي تزودي عندك احساسك بالهمة والنشاط ان انتي عايزة تتعلمي اكتر، وعايزة تجمعي معلومات اكتر وتبقي مثقفة اكتر. اكتر حاجات هتجيب لك البركة في النقطة دي وكل النقط هي الصلاة على وقتها، الاذكار، ملازمة الاذكار. افضلي قولي اذكارك دايما، ان ربنا يجعل حواليكي نور، ان ربنا يجعل من فوقك نور، من تحتك نور. اللهم اجعل نورنا عن يميني ونورا عن شمالي، نورا من حولي. اللهم اجعل نورا في قلبي، نورا في عقلي، نورا في لساني، نورا في صدري، نورا في بصري. اللهم اجعل لي نورا واجعل لي نورا. حاولي انك تلازمي على الاذكار على قد ما تقدري. والحاجة التالتة علشان تزودي البركة هي القرآن. خلي ليكي نصيب من القرآن، قراءة، حفظ، تلاوة، تدبر، اي حاجة، لكن خلي ليكي نصيب من القرآن الكريم. ده هي برضو هيخلي عندك همة اكبر، نشاط اكبر، انك تتعلمي اكتر وتاخدي بالك من عقلك اكتر. وانتي بتعملي سكين كير روتين، وانتي بتاخدي بالك من شكل جسمك، خدي بالك قوي من عقلك. خدي بالك بتدخلي ايه في عقلك. المسلسلات والافلام والبرامج وكل الحاجات دي بتأثر قوي عن رؤيتنا. يعني لو بتشوفي مسلسل مثلا بيتكلم عن شخصية اللي عندها علو همة وعندها هدف في الحياة وبتعمل كل الحاجات اللي هي نفسها فيها، ده هيخلي عندك احساس ان انتي عايزة انتي كمان تقومي وتسعي جامد 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 علشان توصلي لحاجة. لو بتتفرجي على حاجات تافهة ورديئة وفيري لو كواليتي على العقل، هتخليك انتي كمان ما عندكيش همة، ما عندكيش نشاط، مش حاسة ان انتي عايزة تقومي تعملي حاجة، مش فارق معاكي الموضوع قوي. خليكي عارفة ان كل حاجة بتتعلميها هي سلاح، سلاح انتي ماسكاه في ايدك ضد اي حاجة في الحياة بتخليكي ضعيفة وبتكسرك.
طول ما انت عندك علوم كتيرة انت بتكوني ماسكة نفسك، بتكوني صلبة واقفة قوية، عندك رأي، عندك رؤية، عارفة تاخدي قرارات في حياتك. لكن طول ما انت مش بتتعلمي غصب عنك الكواليتي بتاعت مخك هتبدأ ان هي تقل، مش هتكوني زي الاول. طول لما كنا بندرس واحنا في المدرسة واحنا في الجامعة عقلنا كان بيشتغل، بناخد رياضة، بناخد مسائل، بناخد حاجات تخلي مخنا يشتغل، لكن مع الوقت مخنا بينام. انا فاكرة اول مرة بدأت ان انا اتعلم فيها بعد ما خلصت جامعة بفترة، كنت عندي صعوبة ان انا امسك القلم واكتب، حاسة انه عارفة اكيد اني اكتب برضو لسه، لكن حاسة ان الموضوع تقيل عليا وان لسه خطي مش حلو زي ما كان في الاول. فكل حاجة بالممارسة بتمشي وبتكون في الاول كبيرة وصعبة، لكن بعد كده بتكون سهلة جدا علينا. مجرد ان انتي تبدأي في الطريق ده هتحسي ان انتي لا خلاص انتي مش عارفة ترجعي منه. ممكن اوقات تلاقي همتك ضعيفة فتكوني شوية داون، بس اوكي، كل حاجة في حياتنا كده، الحياة ماشية كده كأنها up and down up and down up and down. فما تقلقيش، ده العادي جدا، لكن حاولي بسرعة ان انتي ترجعي نفسك، ما تفضليش نايمة. حاولي ان انتي تقوي نفسك وتقومي نفسك وتبداي ان انتي تسعي من جديد وتتعلمي. اتعلمي وخليكي مثقفة، علمي اطفالك الحاجات اللي انتي اتعلمتيها، علمي المحيط بتاعك الحاجات اللي انتي اتعلمتيها، انشري العلم اللي انتي اتعلمتيه. دي من احسن الحاجات ومن احسن الصداقات الجارية اللي هتفضل معاكي حتى بعد وفاتك، انك تعلمي الناس الحاجات اللي انتي اتعلمتيها. زي ما ربنا رزقك بالعلم اتعلميه لناس غيرك، هتلاقي ربنا بيزيدك في العلم. كل ما تاخدي حاجة ادي حاجة ربنا هيزيدك، زي الفلوس بالظبط، لما بتاخدي فلوس وتطلعي صدقات ربنا بيزيدك بركة وفلوس. العلم نفس الحكاية. بس يا رب يكون الفيديو عجبك. لو حاسه انك لسه متلخبطه مش عارفه توصلي لهدفك، مش عارفه تتعلمي كويس، مش عارفه تبداي منين، تقدري ان انتي تحجزي معايا جلسه كوتشنج، او تقدري انك تستخدمي منتجات السمرة. برضو هسيبلك اللينكات تحت الفيديو. شكرا.